السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم كده بفرخة، يعني بكام فكرة كده بسيطة فيها. ازاي تقسميها وازاي تعملي منها كذا صنف وهيكفيك الاسبوع كله. ازاي هيكفيني الاسبوع كله لو انتي فردين ومعاكم طفل كده، يعني 3 افراد، فهتكفيك الاسبوع كله. وهقولك دلوقتي وجايبه مع، وان شاء الله بس كملي الفيديو للاخر وهتشوفي الوصفات اللي انا عاملاها وازاي هقسمها وازاي ان انا هطلع من الفرخه دي. بالمناسبه دي وزنها 2 كيلو ونص، ما شاء الله اللهم بارك. يعني باين عليها ان هي تحسيها ان هي كبيره. فده اللي انا عايزه اقولهولك. بيبقى في بياعين مثلا في المحل كاتبين على السعر مثلا ايه، 93 جنيه. انا اللي جايباها منه ده كان كاتب 97. هتقولي لي طبعا احنا المفروض نروح للي بيبيع ب 93. عايزه اقول لك حرفيا بيبقى في ناس ما عندهاش امانه، وبتبقى الفراخ كلها حرفيا ميه، والميزان مش مظبوط بتاعهم، فبتجيب الفرخه عقبال ما بس تتغسل وتتقطع وتتنضف تلاقي ان هي وصلت كأنها كيلو ونص، اللي هو ما فيهاش اصلا يعني بركه خالص يعني. فالمفروض انت بقى طبعا ايه، خلاص اللي هو انت لما بتجيبي كذا مره ليكي نظره وبتبقي عارفه في حد معين جبتيه اللي هو انت واثقه فيه وحاجته ما شاء الله وميزانه كويس، فانت ايه، بتجيبي منه على طول يعني. انا هنا الفرخه قسمتها على 2، وهبدا ان انا اخد الصدر يا بنات ان انا اخليه من العظم، والصدر برضو هقسمه على 2. يعني انا دلوقتي خدت الوراك لوحدها، هقطعها طبعا معاكم بس في الاخر. انا بس بوريكي ان الفرخه نفسها انا قسمتها على 2. انا كده كنت خدت اول نص صدر زي ما انت شايفه كده. هتقولي لي ده هنعمل بيه وصفه كامله، هقولك هتعملي بيه وصفه كامله ومش قليل ولا حاجه، وهتشوفي بنفسك دلوقتي. طب لو انتوا احنا 5 افراد اللهم بارك، يعني انا و4 اطفال، هتقولي دي بتكفيكي كام يوم؟ هقولك انا دي بتكفيني 4 ايام. هتقولي لي لا مش كتير، هقولك والله مش كتير. وبعدين هقولك يعني احنا في ظل الغلاء والدنيا الصعبة اللي احنا فيها دي، ما انت لازم ان انت هتوفري، وفي نفس الوقت ان انت هتعملي كل اللي اولادك نفسهم فيه، بحيث ان العيل تبقى عينه مليانة، اللي هو ما يعني ما يبصش بره. يعني حتى لو هتقولي لي لا ما هو عيالي مش هيبصوا، ما انا لا، ما هو طبيعي، لا ممكن لو بيبي صغير أو عيل صغير ممكن يعني هو مش عارف. فالعيل لما بيبقى كل كل حاجة في بيت، يعني في بيتهم اللي هو جميع الاصناف، اللي هو لما يشوف اي حاجة جديدة بره مش هينبهر يعني، اللي هو لا عادي ما انا اكلتها في البيت وعارفها يعني. واحنا اصلا يعني ده من مصلحتنا بقى، وهي مش يعني احنا مش عاملينها قصد، هو المفروض ان الواحد دي 50 جرام في اليوم بروتين. فهقولك يعني هي جت كده، يعني اللي هو ايه، منها ان الحاجة غالية ومصلحة لينا ان احنا ايه، مش لازم ناخد كمية كبيرة قوي. وما شاء الله اللهم بارك، اللي هو هيبقى كلوا مثلا اكتر من يوم فراخ في الاسبوع، وكلوا اللي كل اللي نفسهم فيه. شايفه هنا انا كنت بوريكي الدبوس ما شاء الله ان مفيش اي حاجه على اللحمه، اللي هو ناعمه خالص، مفيش اي زلال بين الجلد وبتاع، ده اللي بيخلي فيه ريحه زفره الفراخ. انا غسلته بميه وخل وملح. وهنا الصدر زي ما انت شايفه قسمته على 2، لان انا هعمل الورك دلوقتي وهشيل الايه الصدور دي اللي بعدين في وصفتين تاني ان شاء الله. كل ده هنشوفه مع بعض. انا هنا كنت الرجلين انا مش هرميها، عايزه اقول لك رونالدو، يعني لاعب الكرة المشهور ده بياكلها، بياكل رجلين الفراخ مع شوربة لان فيها نسبة جيلاتين عالية. انا هنا كنت عملت دي الوراك اللي هو الفراخ بقى، اللي هو ايه، بصي الطريقة الصعيدي بقى، ودي هنا النجريسكو. شايفين اصلا شكلها وجمالها عامل ازاي، اللهم بارك. وعايزه اقولك جميله جدا، يعني من غير حتى لسان عصفور جنبها ولا سلطه ولا بطاطس محمر ولا اي حاجه. عايزه اقولك تحفه. وهنا كنا بنص الصدر الباقي عملنا البفتيك ومكرونه بصلصه، وكنت عامله برضو معاه لسان عصفور. وطبعا لو في مخلل او سلطه زي ما تحبي. انا هنا يا بنات، هنا الرز زي ما انت شايفه لونه جميل كده وفاتح. انا غسلته كويس جدا ومعلقه سمنه ومعلقتين زيت، وحمرت الشعريه ونزلت بالرز وغطيته بنص سنتي كده ميه، وهديت عليه النار وحطيت له ملح. هنا بقى الوكا الصعيدي كان عندي شويه، حطيت شويه شوربه غلو بعد ما سلقت الوراك والجوانح والرقبه والقنصه والليله دي كلها. وهبدا ان انا بعد ما بدات ان لقيت ان خدت واحده كده على المعلقه لقيتها طريت معايا، فهبدا ان انا احط المفرك ده وان انا هفركه. طب لو ما عندكيش هاند بلندر، لو ما عندكيش خلاط، بس هي تكه يعني نص تكه كده وتفصلي لقيتها اتعملت تمام. لا نص تكه تاني بسيطه خالص يعني.
هنا كنت بوريكم ان انا هعمل بالمفرك ازاي، بان انت بتبداي ان انت تلفيه كده لف، وبعدين حطيت نزلت عليه بورق الكزبره اللي من قدام متقطع. هنا بقى الطشه بتاعته معلقه سمنه حلوه كده محترمه، وبرده توم مفروم. وهبدا ان انا اشوحه لحد ما يبقى لونه ذهبي زي ما انت شايفه كده. في ناس هنا في الوقت ده بتحط رشه معلقه رشه كزبره ناشفه، دي حاجه ترجع لك انت. وخلصت معانا الويكا الصعيدي. هنا بقى كنت غسلت الخضار اللي انا عامل بيه السلطه، وعملت طبق السلطه كده. وهنا الفراخ كنت محمراها. هنا بقى معلقه بصله، وهنا قصدي معلقه توم وبصله صغيره. هبدا ان انا اشوح الاتنين مع بعض. كنت ناويه ان انا اعمل بطاطس مكعبات. البنات فاجئوني، لا احنا عايزين صينيه بطاطس، قلت لهم ملحوقه. كنت خدت بقى اللي في الحله ده حطيته في صينيه، ونزلت عليه بالبطاطس متقطعه شرايح. اللتوم ده انا فرماه يا بنات، وبحطه في اكياس كده وبخزنه في الفريزر. عندي الصلصه نفس القصه، بجيب بالقفص برضو، ويعني وبغسله كويس قوي وبسلقه، وبعدين بصفيه، وبعدين ايه بعمله ايه يعني في اكياس. هنا كنت بقلب لحد بس ما ريحه التومه تطلع، ومجرد ما طلعت انا نزلت عليها بكيس الصلصه زي ما انت شايفه كده. انت بتبقي مكيسه على القد يعني. عايزه اقولك بينجز قوي. وهنا كنت حطيتهم في الصينية، وحمرت الفراخ بالطريقة التقليدية بتاعتنا المعتادة. في ناس ما بتحبش النواشف، لف جو الطبيخ ده اكتر. عايزة اقولك اللهم بارك الوجبة دي يعني بتقعد يومين يعني. الطريقة دي نص الفرخة دي بيقعد معانا يومين. هنا بقى كنت بشرت بصل للوصفة التانية بتاعة النجرسكو. تقولي لي ايه ده البصل مش كتير؟ اقولك مش كتير ولا حاجة. انا عايزة الحشوة كلها لما العيال ياكلوا مثلا من المكرونة يحسوا ان هما بياكلوا كلها فراخ. فانا البشر الناعم قوي ده مش مع الفراخ مش هيبان ان ده بصل. وهنا كان عندي فلفل حامي، ورحت مقطعاه كده شرايح يديني طعم حلو. وهنا نص الصدر. هتقولي لي انتي عملتيه فرمتيه في ايه؟ هقولك في المطحنه بتاعه الخلاط، من غير حتى بقى لا كبه ولا اي حاجه. طيب ما عندكيش المطحنه اصلا؟ ما عندكيش المطحنه وهو متلج كده، اول ما تطلعيه من الفريزر يهدى بس 10 دقايق وبالمبشره بشورين. هنا المكرونه كنت سلقتها وما غسلتهاش. يعني انا عايزه النشا اللي فيها، يعني زي ما انت شايفه كده كنت بوريكي بتلمع من النشا اللي هي فيها وملزقه كده، لان انا ما غسلتهاش. ونزلت طبعا بصلصه على الفراخ بعد ما نزلتها على البصل. هتقولي لي ليه؟ هقولك برضو تديني طعم وتزود لك كميه بتاعه الايه الفراخ بالبصل. وهنا بقى كان شويه 3 معالق سمنه كبار حلوين على 3 معالق زيت، ونزلت بشويه الدقيق ومكعب المرق، وشوحتهم لحد ما انت شايفه كده. اول ما نمل معايا ورحت نازله باللبن. هتقولي لي ايه ده وده لبن صافي؟ اقولك ودي تيجي، ده احنا ملوك التوفير. فده كان نص ميه ونص لبن. هتقولي طب ما احط لبن وشوربه؟ هقولك لا، هتبوظي الطعم خالص. يا اما شوربه كلها يا اما لبن وتكملي بميه. هنا كنت بدرت الصينيه بتاعتي معلقه سمنه كده او زيت، وعليها شويه الدقيق. وهنا حطيت شويه البشاميل في الصينيه من تحت. وبعدين عندي هنا بقى في الحله التانية حطيت كبشه من البشاميل او كبشتين على المكرونه، وقلبتهم كويس مع بعض. انا عايزه المكرونه بتاعتي كلها تتشرب من البشاميل. وهبدأ يا بنات ان انا ارص بقى نص المكرونه بتاعتي. طب المكرونه دي انا عامله في اكبر صينيه. خدتي قد ايه مكرونه؟ هقولك كيلو الا ربع بالظبط. اكبر صينيه عندك هتاخد كيلو الا ربع. كنت حطيت بقى الفراخ كده في النص زي ما انت شايفه، ملت الصينيه كلها وغطيتها بالمكرونه. وغطيت بقيه المكرونه بقى بالبشاميل اللي عندي، بقيت كميه البشاميل. ولازم تغطيها كويس جدا كلها من فوق، ما تخليش مكرونه كده باينه علشان ما تنشفش معاكي. والبيض بقى انت اختياري. عندك جبنه مثلا عايزه مبشوره مثلا تحطيها من فوق، رومي او موزاريلا، مفيش اي مشكله. انا كان عندي معلقه سمنه بلدي كده، ورحت رشها على الوش، وحطيتها في فرن البوتاجاز وعلى نار هاديه، ما تكونش قريبه من تحت الشوايه علشان تديكي الشكل الجميل الحلو اللي انت شايفاه ده. عايزه اقولك متحمره وجميله قوي، وفي نفس الوقت مش ناشفه، يعني هي طريه. تعالوا بقى ندخل في الوصفة التالتة، اللي هي البفتيك او البانيه بتاع الفراخ. هنا عندي الحلة بتغلي كده فيها مية بتغلي. هحط لها معلقة ملح ومعلقتين زيت كده، ولا معلقة زيت كبيرة، علشان اسلق المكرونة بتاعتي. وهنزل بالمكرونة.
اديها بقى كده تقليبه، وبعدين هتهدي النار عليها لمده يعني ايه 8 دقايق. وبرده على حسب نوع المكرونه، يعني في مكرونه بتاخد سوا اكتر وفي مكرونه لا. انا عندي الحله التانية كنت حطيت كده معلقتين زيت، وعندي التوم اللي انا مخزناه في الفريزر، لو مش لسه بقى هقشر بقى وادق توم والكلام ده كله. بيبقى حلو وهو اخضر كده ان انت تجيبيه وتخزنيه، زي ما بحطه في اكياس زي ما انت شايفه كده. والصلصه بنفس يعني نفس القصه برضو. انا هنا كنت اخدت حته كده، كسرتها واخدتها. عايزه اقولك هي يعني هتسيح على طول معاكي. مجرد ما هتسيح وريحتها هتطلع، انا حطيت رشه ملح. انا مش بحمرها، يعني انا الصلصه بتاعه المكرونه انا مش بحمرها. انا يا دوب بس تطلع كده ريحه التوم كده تشميها، وابدا انزل بالصلصه بتاعتي. بعتذر بقى على صوت الديك اللي مش سايبنا في حالنا ده عند الجيران. ما شاء الله. انا هنا كنت خلاص التومه بتاعتي شميت الريحه بتاعتها الحلوه دي، ورحت حاطه الصلصه. شايفين لونها وجمالها عامله ازاي؟ بس لما تيجي تخزنها، في ناس بتخزنها بالقشر، عايزه اقولك بيبقى يعني وحش قوي في الاكل بعد كده، وبيبقى يعني بيضايق اللي بيجي ياكل يعني، بيبوظلك الوصفه من الاخر. فانت اللي خلاكي غسلتي بقى وسبكتي، طب ما انتي صفي بقى. هنا هحط لها حطيت لها شويه ميه صغيرين، وهغطي عليها وهسيبها ان هي ايه يعني تندمج كده ومع التوم مع بعض يعني. هنا كنت عندي في الحله الصغيره حطيت شويه لسان عصفور، معلقه سمنه ومعلقه زيت. بعتذر. وعندي مكعب مرق. ولا عندك شوربه تمام يعني خير وبركه، ما عندي كيش هتحط شويه ميه، ما فيش اي مشكله. انا هنا بصراحه كان عندي شويه شوربه فكانوا قليلين، وحطيت معاهم شويه ميه. عايزه اقولك لو انت حرفيا انت بتملى الصينيه وبتبقي كانك عامله يعني وليمه ولا حاجه يعني. ما شاء الله، شوفي الفرخه طلعنا منها قد ايه. وده نص الصدر لما اتفرم. والله يا بنات ده نص صدر فقط مش اكتر. لما اتفرم انت تحسه ان هو ايه، انا مقربه الكاميرا تحس ان هو كتير قوي، بس فعلا ما شاء الله هيعمل معايا كميه حلوه قوي. وهوريكي ازاي انا هيطلع لي 16 قطعه بفتيك او بانيه زي ما بتقولي عليه. انا هنا عندي بصمات، وهتقولي لي طب ما انا بجيبه مطحون، اقول لك لا انا بجيبه اللي هو بنفطر بيه عادي، وبحب ان انا اطحنه في البيت. ليه؟ بيبقى الطبقه الخارجيه، هو التاني بيبقوا يعني عاملينه كده بغربال، فبيبقوا شايلين الوش الناشف بتاعه. انا عايزاه ده بيديني تحميصه وطعم جميل قوي كريسبي كده في البفتيك. انا هنا حطيت بصل مبشوره عليها بيضايه، وعليها واحط عليها الفراخ. خلاص هشيل بس القشره اللي وقعت دي. يبقى وهحط ملح وفلفل اسود. طب هتقولي لي ده في ناس بتحط بقى بهارات وبابريكا ومعرفش ايه. عايزه اقولك اي بانيه هو ملح وفلفل اسود فقط علشان تستطعميه، وبيبقى طعمه وريحته جايبين لاخر الشارع. انا هنا بقى رشه ملح ابيض وفلفل اسود ومعلقه زعتر. هي معلقه الزعتر دي بقى في البصمات اللي هتخلي والله ان انا بعمله كانوا بيقولوا لي الريحه جايبه للشارع تحت. بيبقى فعلا جميل قوي. هبتدي ان انا اقلبهم زي ما انت شايفه كده. بيبقى بعد الوش المتحمر كده بتاع البصمات والسمسم اللي فيه، عايزه اقولك بيبقى الطعم وهم في الاخر. هتقولي لي طيب انت ليه حطيتي بيضه مع الفراخ؟ عايزه اقولك هتزود لك كميه، وهتربط لي البصل برضو بالفراخ. هتقولي لي طيب انا لما عملتهم لقيت ان هي بقت طريه، هقولك انا هحط معاهم معلقتين بصمات مطحون. هتقولي لي ايه ده؟ طيب يعني شايفه هنا كنت بوريك ان هي بصي يعني صعب ان انت تشكليها طريه قوي، يعني صعب مش حتى لو حطيتيها في التلاجة. فهقولك معلقتين البصمات اللي انا هحطهم دول اصلا مش هيبانوا، يعني محدش هيعرف ان انت حاطه بصمات مع العجينه دي. هتقولي لي يعني مش هيبان الطعم ولا اللون؟ هقولك ولا اي حاجه، والله ما هيبان. حرفيا في الاخر كانك انت بتاكلي، تيجي تقطمي كده القطمه ما شاء الله فراخ بس، ولا باين طعم البيض ولا اي حاجه. البيض ده مجرد عمليه ربط، وكده كده بيزود لي القيمه الغذائيه، يعني ما هو البيض بروتين يعني. هقلبهم بقى كويس مع بعض، وهبتدي ان انا ايه اقرصهم كلهم، واحط في الدقيق وبعدين في البصمات. انا هنا علشان ما اطولش عليكم يعني الخطوات دي يعني معتاده واحنا عارفينها. هحط من الدقيق للبيض ومن البيض للبصمات. انا هنا
كنت عملت الكميه كلها، قرصتها حطيتها في الدقيق، وهبتدي برضو ان انا ايه احط في البيض وعلى البقسماط على طول. يعني بالراحه خالص، يعني ايه، يعني خليكي ايه تعاملي كده برفق معاها. هتقولي لي ايه ده مش خفيفه قوي، هقولك مش خفيفه ولا حاجه، ما انا عندي البيض اصلا هيخليها لي ان هي تنفش معايا، وما شاء الله هيبقى حجمها حلو قوي، وهتشوفي بنفسك دلوقتي. هبتدي بقى اعمل كل الكميه كلها واحطها في التلاجة ربع ساعه، يعني ترتاح كده ايه وتتصمم معايا. عايزه اقولك انا كنت مستعجله والله ما حطيتها، اللي هو انا اشتغلت على طول. طيب هتقولي لي انا بقليه في زيت، هقولك والله دي حريه شخصيه واذواق وحاجه ترجع لك انتي. هتقولي لي سمنه على كده، انا بالنسبه لي بيبقى تقيل، فانا خير الامور الوسط. حتى في الرز لما باجي اعمله ما بعملش زيت على كده، زيت وسمنه. ليه السمنه برضو بتديني يعني طعم حلو. هنا برضو كنت حاطه في طاسه شويه زيت وشويه سمنه برضو صغيرين مش كتير قوي زي ما انت شايفه، يعني مش مغطيلي حته الفراخ، اللي هو بس مغطيلي الجزء اللي من تحت. وزي ما انت شايفه بدأ ينفش ويمسك نفسه. وهبتدي ان انا ايه خد اللون الذهبي الجميل ده، هبتدي ان انا ايه اقلبه على الناحيه التانية. ما شاء الله عمل 16 قطعه، انت متخيله؟ والولاد اصلا بيحبوا الاكلات دي، يعني الاولاد بيميلوا قوي للنواشف والحاجات دي. طيب وممكن برضو فكرة كمان، بس انا ما عملتهاش معاكم في الفيديو، لان احنا الفرخة ملهاش غير هو الصدر، احنا قسمناه على اتنين وعملنا وصفتين، وهنا كان لسان عصفور اتعمل معايا، ودي كانت الرصة التانية بتاعة البفتيك. والمكرونة اتسلقت والصلصة اتسبكت، شايفين الجمال. وهقلب بقى كله مع بعض على البوتاجاز كده، وحاجة بقى اللهم بارك. وصفة كمان تالتة للصدر ممكن تطلعها منه، ان انت تعملي البيتزا وبنفس طريقة العصاج كده، اللي هو البصل بالفراخ المبشورة، او اللي انت عاملاها في المطحنة. عايزة اقولك برضو هيعملك ما شاء الله 3 صواني. لو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والاشتراك،